طاسة البيض بالجبنة. وصفة سهلة جدا جدا ولذيذة، تنفع لفطار وعشاء. هنعملها النهاردة بأسهل طريقة ومكونات. متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت، متنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نشوف الطريقة والمكونات، ان شاء الله الوصفة هتعجبكم ومتنسوش تجربوها لان هي فعلا حاجة لذيذة. يلا بينا. اول حاجة هنقطع الخضار. معايا بصلة متوسطة او بصلتين صغار، هنقطعهم ناعم. معايا قرن فلفل اخضر احمر اصفر، ميكس من الالوان، مش هنختلف. المهم ان احنا معانا فلفل هنقطعه مكعبات صغيرة. طماطم نقطعها برضه مكعبات صغيرة. وok على النار، هنحط فيها زيت زيتون، زيت نباتي، سمنة، زبدة، whatever موجود عندك ايه. هنسخن الزيت او المادة الدهنية اللي احنا حطيناها كويس، وهننزل عليها بالبصل لحد ما البصل يبدأ ياخد لون ويدبل. اول ما البصل ما يغير لونه وريحته تطلع، هننزل بعدها بالفلفل برضو لحد ما يدبل. وبعدين هننزل بالطماطم ونميكس بقى كل الخضار ده كله كده مع بعض. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، هنحط نص معلقه من التوابل اللي هقولها دي، نص معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه ملح. هننزل باللانشون، هنرصه داير ما يدور. لو انتي عندك جبنه موتزاريلا هتحطي اللانشون، وبعدين هتنزلي بالبيض وتحطي على الوش جبنه موتزاريلا. مش متوافر عندك جبنه موتزاريلا، هتستخدمي الجبنه الفيتا اللي انا مستخدماها بنفس الطريقه. وبعدين هتسيبي الجبنه تسيح وتنزلي بالبيض. تمام، ده لو هتستخدمي جبنه فيتا زي ما انا مستخدمه. وبعدين هتغطيها بقى باي غطا وتسيبيها شويه على النار، تمام، لحد ما تستوي تماما. للتزيين بقى ممكن رشه بقدونس كده من فوق وبس. خلصت كده الوصفه، سهله جدا ولذيذه جدا جدا. اتمنى يا رب تجربوها وان شاء الله باذن الله تعجبكم، لان هي بجد حاجه حلوه جدا. ما تنسوش بقى السبسكرايب واللايك والكومنت وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكم اشعار. ان شاء الله باذن الله اقابلكم باذن الله على خير فيديو جديد. يلا السلام ختام، السلام عليكم.